مسألة إسرائيل، نحن لما اقترحنا الحل العاجل والحل الآجل في التحدي الذي واجه العرب، وده كتاب صغير صدر قبل مشكلة الشرق الأوسط اللي هو كتاب أوسع منه بشوية. بعدين كتاب مشكلة الشرق الأوسط مشت في تقديم نفس الموضوع في الحل ده، والأمر اقترح مربوط بنوع من المبادرة من العرب وتفاوض مع إسرائيل. الكلام اللي احنا قلناه، إسرائيل ما في سلطة بترجع عن الأراضي دي، سلطة سلام يعني من هيئة الأمم أو من غيرها، إلا بالتراضي، أو الناحية الثانية أن ترجع بالحرب. لكن هيئة الأمم زي ما قلت ما عندها سلطان على إسرائيل. إسرائيل عايز السلام مع العرب، عايز الاعتراف من العرب، عايز أن يكون في تفاوض، وابتدع على التفاوض والاعتراف والجلوس معها قدر كبير جدا من مساومتها في الأمر ده كله. وانتم شايفين هسه أن هي معلقة على الاعتراف بها والتفاوض معها كل الأمل في السلام، أن السلام ما ممكن يفرض من الخارج. فنحن قلنا أن العرب ما يجعلوا بيننا وبين إسرائيل في مشكلة وسيط، لأنه ما من وسيط عنده مصلحة في فض النزاع القائم بيننا وبين إسرائيل، سواء كان الغربيين أو كانوا الشرقيين، إذا كانوا الدول الغربية أو الدول الشرقية عندهم مصلحة أخرى بيرعوها في مسألة الشرق الأوسط. ولذلك المسألة دي الحاجة اللي بتجعل إسرائيل ترجع هي قيمة المساومة في الاعتراف بها والجلوس معها. بغير كده إذا كان جات من هيئة الأمم ما بترجع إسرائيل. حتى هسه القرار بتاع مجلس الأمن هي ما راضية به، وما إنه ما كلف حاجة مجلس الأمن. قرار مجلس الأمن رضوا به العرب، وهسه عايزينه العرب، ما طلب من إسرائيل إلا أن ترجع عن أراضي أخذتها في يونيو سنة 67. دي ما راضية بها هي. إذا كان العرب اعترفوا بها وجلسوا معها ليتفاوضوا، هل بترجع حسب الأشياء اللي احنا قلناها ترجع للحدود بتاعتها سنة 48، يعني ترجع لمشروع التقسيم بتاع سنة 47 وتعطي المطالب اللي احنا ذكرناها في كتبنا؟ ده مؤكد ما هو موثوق به ولا مقطوع به، لكنها نقط تصلح للنقاش. والنقاش بطبيعة الحال مسألة أخذ وعطاء. انت بتقدم اقتراحك، نقاطك اللي انت عايزها بتعتبرها الحد الأقصى اللي انت بتطلبه، لكن عندك استعداد لأن ترجع منه بطبيعة حالك مقابل أشياء أخرى يقدموها هم. إذا كانت المسألة دي تمت، الواحد يكاد يكون واثق أنه حل أكرم بكثير جدا مما عايزينه العرب هسه، على أساس قرار نوفمبر 22 نوفمبر سنة 67 بتاع هيئة الأمم كانوا يمكن أن يصلوا له. إذا كان تم الاتفاق، يبقى ما يجعل إسرائيل تنزح ترجع من الأراضي دي هو الاعتراف بها وتأمينها. ومن الغريب أنه نحن هسه ماشيين للاعتراف بها، ماشيين لتأمينها، ثم ما عندنا مطالب كثيرة. عندنا المطالب بتاعت أنهم يرجعوا من أراضي العربية اللي احتلوها. هم باستمرار يمشوا لقدام في الوضع ده. كل ما نحن نسوف هم يمشوا في أنه أنشأوا لهم حقوق هسه في الأراضي اللي احتلوها أخيرا. المتطرفين منهم من رأيهم أنه لا يرجعوا بالمرة من مرتفعات سوريا ولا من غرب الأردن ولا من سيناء. وانتوا شفتوا جمال عبد الناصر قال أنه اليهود أصبحوا يسموا الأراضي العربية اللي احتلوها الأراضي المحررة، على اعتبار قبيلك أنها كانت فلسطينية إسرائيلية، يعني لما كانت فلسطين عندهم. النقطة اللي جارين عليها العرب هي هسه على الحل السلمي، والحل السلمي بصورة ما فيها وعي ولا فيها فهم، وزي اللي فيها تمني، وعايزين هيئة الأمم تنفذ لهم المسألة دي. مثلا عايزين هم يأمنوا إسرائيل ويعترفوا بإسرائيل ويفاوضوا إسرائيل، مش مفاوضة مباشرة زي ما قال جمال عبد الناصر، زي ما حصل في الهدنة بتاع سنة 49، لكن بيشترطوا أنها تنسحب أولا. هذا بكون الخطأ هنا. انت بتجي للغالب تقول له انسحب انت اولا بعدين انا بعمل معاك. انت سلطتك شنو اللي بتملي بها على الغالب؟
إذا أنت عايز الوضع ده أبقى حرب طوالي. أما أن تجي أنت للحل السلمي ثم أنت مهزوم وتملي شروط، ده أصله ما بكون. لذلك جات المشكلة هنا. وكل ما الزمن مر، كل ما اليهود زادوا في مطامعهم في العرب، وكل ما ظهر ضعف العرب، ضعفهم في الوحدة، ضعفهم في الفكر، ضعفهم في المقدرة على استعمال السلاح، كل مرة بتظهر. نحن ما بنعتقد أنه من الخير أن يحاربوا العرب، نعتقد أنهم يتركوا حكاية الحرب دي تماما، لأنهم ما مستعدين لها حقا، وأنه كل ما دخلوا في أزمة حربية كل ما اعتمدوا على الروس، لغاية ما يمكن أن يكون النفوذ الروسي في البلد ده يغير الحكومات. هسع في مصر يقال في حوالي 4000 خبير روسي في الجيش من الصول بتاع التمرين وانت طالع. وايه اللي يمنع ديل لو كان جمال عبد الناصر في نظره استنفذ اغراضه ان يعملوا انقلاب شيوعي؟ هسه جمال عبد الناصر عنده قيمه له، ما هو شيوعي وبنفذ اغراض الشيوعيين. يوم يستنفذ اغراضه برموه برا. كل ما البلاد العربيه حاربت، كل ما باعت نفسها للشيوعيه بصوره ما فيها رجعه، وما بتنتصر برضه، لانه الصراع مش مع اسرائيل بس. لذلك نحن الحاجة اللي قدمناها في الكتب بتاعتنا بالحقيقة أنها مسائل فكرية موضوعية عميقة. العرب لأنهم بيتمنوا الأماني، وكتاب العرب بيهرجوا، مش من الشهرة عند الشعوب لما انت تتكلم زي كلامنا ده، لكن الشهرة عند الشعوب أن تقول أن نحن رح نرمي إسرائيل في البحر، لازم نرميها. انت تكتب في الرأي العام واكتب في الأيام واكتب بالصورة دي، تكون محترم في البلد. لكن إن قلت الحقائق يقولوا انت عميل، يقول انهزامي، ودي كثيرين من الناس أمانة القلم ما بتخليهم يحملوا المسؤولية دي لسوء الحظ. فهسه الوضع سيء وماشي باستمرار لأسوأ من كده. فالسبب الخلاف نحن بنعتقد أن مشكلتنا إسرائيل، العرب هي التخلف. العرب المسلمين ما بيعيشوا في الوقت الحاضر، هم سلفيين متخلفين بيعيشوا خارج التاريخ. دي المشكلة الحقيقية. في وقت الأرض كلها ارتبطت فيه، وبقت البقاع المهمة أدوارها زي مثلا مشكلة الشرق الأوسط اللي هي زي السرة، زي سرة الأرض. نحن سكان أرض مهمة ونحن تافهين. إذا ما ارتفعنا لأهمية موطننا في الأرض مشكلتنا قائمة. إسرائيل في الحقيقة جات لتنبهنا لتخلفنا لمشكلتنا الحقيقية. ونحن في كتبنا دي قلنا إسرائيل زي الصوت اللي بيلهب الإنسان الغافل ليوقظه. وش هي المشكلة؟ إسرائيل نتيجة لمشكلة هي التخلف. من أجل ده نحن قلنا أنه الحل لمشكلة إسرائيل يجب أن يكون على مستويين. المستوى الأولاني اللي يديك متنفس، تشتري هدنة. نحن قلناه بالصورة دي، تشتري هدنة. ومعنى تشتري هدنة أن تدفع ثمن الهدنة من كرامتك. وما أفتكر أنه الإنسان المهزوم عنده كرامة. أنت عايز تستريد كرامتك، هذه وسيلة غير وسيلة الاعتماد على الروس في السلاح وفي المسألة اللي بيتكلموا عنها العرب بالصورة دي. نحن بنعتقد أنه العرب ما بينتصروا إلا إذا رجعوا لأصالة في الحضارة الغربية وأصالة في الإسلام. نحن على قشور من المدنية الغربية وعلى قشور من الإسلام. من المدنية الغربية ماخذين أسوأ ما فيها، من الإسلام برا منه نحن ماخذين قشور بس أعمال في الصور ما عندها أثر في الجوهر. من أجل ده قلنا أنه أنت بالحل العاجل بتشتري هدنة. الهدنة دي تدفع فيها من كرامتك تمام، بعدين تستعيد بناء جبهتك الداخلية لتكون عندك كرامة. والحقيقة المنهزم كرامته منتهية أصله ما في، وخصوصا الهزايم زي هزايمنا نحن. وهسه نحن في السلام منهزمين بالصورة أنه قممنا زعمانا مسخرة في التفكير العالمي السياسي.